السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. النهارده هنعمل رز بالمانجا. في ناس كتير اوي ما بتحبش اللبن فبتاكلش الرز بلبن، فحبيت اغير لهم رز بالمانجا هيبقى تحفة. طعمه جميل جدا وانا مجرباه كتير. ان شاء الله يعجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. اول حاجة حطيت على النار حوالي رتل ونص عصير مانجا. ولعت النار. اول ما يغلوا بقى نشوف هنعمل ايه. دلوقتي ابتدى يسخن. انا مش عايزاه يغلي، انا عايزاه يسخن بس عشان الرز يستوي. دي نص كوبايه رز. انا غسلاها بس مش نقعها. ما بحبش انقع الرز لا باللبن ولا بالمانجا. احب انقع الرز عشان بحب النشا بتاع الرز تبقى جميله قوي. هي اللي بتخلي فيه سمك الرز. كده انا حطيت نص كوبايه رز وهسيبها بقى تغلي. دلوقتي هديله السكر، حوالي مغرفة سكر. السكر ده بقى حسب الرغبة، على حسب اللي عايز مسكر اللي عايزه دلع شوية. أنا ده المقدار اللي بحب أحطه سكر. وابتدى يغلي اهو. كل شوية أقلبه كده. أسيبه يغلي لما يستوي. ده شكله بعد ما استوى. شايفين تقل ازاي؟ أنا لسه محطتش النشا. شايفين النشا بتاع الرز تقلت الصوص ازاي؟ اه. ده الميزة بقى ما بتحط الرز ني. كده رز استوى. بعد ما الرز استوى بقى، هنا معلقة نشا كبيرة ومعلقتين مية بس مش هحطها كلها. هحط نصها واشوف هنحتاجها ولا لا. نصها بس لو محتاجتهاش. واقلب عشان هو عاملة نشا وممكن محتاجش نشا كتير. تغلي وتشوفها. كده هي مش هتحتاج نشا تاني. يعني معلقتين مية ومعلقة نشا خدت نصهم بس بعد الذوبان يعني. فكده هي مش محتاجة تاني. كده السمك حلو أوي وبيتقل لما بيبرد. كده الرز خلص. طريقة بسيطة وسهلة وطريقة جديدة أحلى ما نعملها بلبن. دي خفيفة وطعمها جميل جدا. هتجربوها ومش هتندموا. يلا بينا بقى ما نروح نغرفها. دلوقتي هغرفه. سبته 4 دقايق يهدى وبعد كده اغرفه. اوريكم شكله وانا بغرفه. شايفين تقل شوية اهو. وما يبرد هيتقل شوية كمان. شايفين جميل ازاي وشكله جميل اوي. طعم المانجا جميلة جدا. شايفين كده سمكه حلو ازاي. كده اغرف الاطباق كلها واوريها لكم. اغرف لكم كمان طبق. شايفين شكله جميل ازاي. واللون الاصفر مع اللون الابيض بيدي شكل جميل اوي ازاي. يا رب الفيديو يكون عجبكم. متنسوش تشتركوا في القناة. يلا سلام عليكم.